كتير من صناع المحتوى اخر فتره بعت لي تعليقات بيقولوا لي يا محمد اليوتيوب بقى رخم جدا، مبقاش يظهر فيديوهاتنا، بقى فيه مشكله. طب يا جماعه ايه المشكله اللي عندكم؟ قال لك الفيديوهات بتاعتنا ما بقتش تجيب مشاهدات. طب يا جماعه ما بتجيبش مشاهدات، طب في حاجه غلط انت بتعملها. هيقول لك لا، طب اخش ابص على الصفحه بتاعتهم، لا الاقي في حاجه غلط هم عاملينها. دلوقتي يا جماعه اليوتيوب بيتراكم ما بين كذا سلسله، اربع او خمس سلاسل. خمس سلاسل دول انت لو مجمعهم، خوارزميه اليوتيوب هتاخد فيديوهاتك وهتبعت الفيديو بتاعك للناس الصح. زي مثال هقول لكم دلوقتي. بصوا يا جماعه، دي العلبه بتاعت السماعه اللي انا لابسها اللي انتوا شايفينها ديت، تمام؟ السماعه دي تمام بتتكون، يعني العلبه دي بتتكون من شاحن وسماعه، وديت طبعا بتخش في التليفون علشان يلقط كابرتوز. طب صلوا على النبي يا جماعه، خوارزميه اليوتيوب عامله ازاي؟ عامله زي وانت دلوقتي ما معيش الشاحن بتاع العلبه دي، تمام؟ ومعايا السماعه فصلت، هل اعرف اشغل السماعه من غير الشاحن؟ لا. طب انا دلوقتي معايا الشاحن بس ما معيش الوصله دي، هعرف كده اشغل السماعه من غير الوصله؟ برضو لا. طب انا معايا الوصله ومعايا الشاحن ومعايا العلبه ومعيش السماعه، هعرف اشتغل؟ برضو لا. باختصار يا جماعه، اليوتيوب فيه حاجه اسمها الوصف، وعندك حاجه اسمها الكلمات المفتاحيه، وعندك حاجه اسمها العلامات، الصوره المصغره، وعندك كمان يعني اللي هو نظام شاشه النهايه. عندك كذا حاجه، كذا عامل. لو عملته الفيديو بتاعك بدل ما يعني انا دلوقتي عملت فيديو ورفعته، طبعا انا كمشاهد دخلت اتفرجت على الفيديو وعجبني، باجي في الاخر بلاقي حاجه اسمها شاشه النهايه، بيطلع له فيديو تاني. اصبح لو انت الفيديو بتاعك ده 5 دقائق والتاني 7 دقائق، كده بقى 12 دقيقه. انا كمشاهد دخلت على الفيديو ده وعجبني، فبالتالي ايديا هتروح على اخر شاشه النهايه وادوس عليها وهيطلع لي الفيديو التاني وهتفرج عليه. طب يا جماعه احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه يا جماعه؟ دلوقتي ندي الصوره بتاعتنا لشات جي بي تي ونقول له. طبعا في فيديوهات كتير قوي، يعني لو دخلت على النت هتلاقي فيديوهات كتير قوي، الناس كلها بتعمل كل حاجه بالذكاء الاصطناعي. يعني وانت قاعد في البيت عليك بس بتعمل الفيديو بتاعك والكلمتين اللي انت هتقولهم والكلمات المفتاحيه والكلام ده كله من على الذكاء الاصطناعي. طب يا جماعه انت دلوقتي بتدي لجات جي بي تي الصوره بتاعتك وتقول له طلع لي الصوره ديت على كذا كذا كذا. طبعا انا بعمل على الطبخ بقول له اعمل لي على الطبخ، بعمل على التعليم بقول له اعمل لي فيديو عن 4000 ساعه، عن 1000 مشاهده، الكلام ده كله. تاني حاجة طبعا الوصف، بقول له أنا عايز وصف الفيديو دوت، فبديله العنوان بتاع الفيديو اللي أنا عامله. طبعا باخد العنوان أول حاجة أديه لشات جي بي تي، أقول له طلع لي أحسن 10 عناوين، بيديني 10 العناوين بتوعي، بختار العنوان اللي أنا عايزه وأقوم إيه حاطه على الفيديو اللي أنا شغال بيه. طبعا الوصف نفس الكلام، الكلمات المفتاحية نفس الكلام، العلامات، محدش ينسى حاجة من الكلام ده كله يا جماعة. ماشي. وفي عندك شريط بيظهر فوق، الشريط ده بيبقى على يمينك أو على شمالك حسب ما الفيديو، طبعا حسب ما أنت بتتفرج على الفيديو، بس هو تقريبا بيبقى على شمالك. دوت بيبقى برضه في 5 فيديوهات انت بتحطهم في شريط، ما بين كل فيديو وفيديو حوالي دقيقتين 3 دقائق حسب مده الفيديو بتاعك. فانت برضه بتعرف المشاهد ان في فيديو اهو يا جماعه خش اتفرجوا عليه، برضه دي بتفرق معاك. وعايزك برضه وانت بتتكلم مع المشاهد تقول له ما تنساش تعمل الاشتراك، ما تنساش تعمل تفعل زر الجرس، فاهم؟ عندك تعليق انت بتقوله، يعني انت لو عندك اي حاجه بتقولها للمشاهد بتخليه غصب عنه يخش على الفيديو ويتعامل معاه كأن خلاص هو استريح لك فهيتابعك وهيعمل لك اللي انت عايزه. خلاص يا جماعه، دي السلسله بتاعه اليوتيوب اللي انا كنت جاي اوضحها لك النهارده. وده يا جماعه معلش اول فيديو بقالي كتير قوي قوي قوي، طبعا العيد ورمضان والكلام ده كله فشغل وكده، ما عرفتش اعمل فيديوهات معلش. وده اول فيديو ليا بعد فتره كبيره، ويا ريت تعمل الاشتراك وتفعل الجرس. وشكرا جدا، وما تنساش ان انا قلت لك عليه من اليوتيوب كله سلسله، لو عملت كل السلسله اللي انا بكلمك فيها ديت انت كده قناتك هترفع. شكرا جدا واستنوني في الفيديو.